السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن 10 ملمات أبو الهول لسنة 1958، والتاريخ النادر جدا اللي بيكون مطلوب والذي يصل سعره إلى 50,000 جنيه مصري. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا 10 ملمات ابو الهول سنة 1958، وهي ابو الهول. معظم الناس معاها ال10 ملمات دي وعايزة تعرف ايه سعرها بالظبط، ونفرز العملات اللي عندنا ونطلع تاريخ ايه اللي بيكون نادر جدا بالنسبة ل10 ملمات 1958. بالنسبة ل10 ملمات 1958 وهي ابو الهول دي، سعرها مش غالي ولا حاجة. اللي بيكون مطلوب هو نفس التاريخ، ولكن بدل شعار ابو الهول بيكون النسر، ويكون مكتوب عند النسر هنا، يكون النسر كده، وبيكون مكتوب هنا وهنا كلمة الإقليم المصري. واضح كده؟ يعني 10 ملمات اللي هي ابو الهول دي مش مطلوبة، اللي هي تاريخ 1958. اللي بتكون مطلوبة نفس التاريخ، ولكن بدل ابو الهول بيكون النسر، ومكتوب عند النسر هنا في الجنب ده والجنب ده بيكون مكتوب كلمة الإقليم المصري. ودي اللي سعرها بيصل معاك إلى 50,000 جنيه مصري حسب الحالة. يعني مش كل الحالات هتعمل 50,000 جنيه مصري. في حالات هتعمل بداية معاك من 20,000 لحد تفضل تتراوح معاك لحد 50,000 جنيه مصري حسب الحالة. واللي هيبيع بال50,000 جنيه مصري ده بتكون الحالة نضيفة جدا شبه الأنصر. واضح كده؟ يعني قبل ما تبيع عملاتك بالكيلو أو تبيع العملات اللي عندك عامة، حاول إنك تتابع معايا على القناة وتشوف العملات النوادر. بنطلع وبنقول كل العملات النوادر عشان تقدر إنك تفرز عملاتك صح، وتشوف الحاجة اللي هي بنقول عليها مش مطلوبة أو سعرها رخيص أو بتدخل في سعر الكيلو ديت، هتركنها على جنب، وكده هتعرف إيه اللي بيتباع بالكيلو وايه اللي بيكون مطلوب واللي سعره غالي. عشان ناس كتير جدا بتلاقي عندها عملات من القديمة ديت، وبتبدأ ان هي تبيعها كلها على بعضيها بالكيلو، ومش عارفة ممكن يكون عندها في العملات ديت عملة نادرة جدا، وبيصل سعرها من 30 ل 40 لحد 50. وممكن في عملات بتكون عندها بيصل لسعرها اكتر من كده. وكمان العملات اللي هي بتتباع بالكيلو الكل برضو يخلي باله، لان بيكون في عملات ذهبية. واضح كده؟ يعني قبل ما نبيع العملات اللي عندنا نحاول اننا نفرز العملات، وتتابع معايا على القناة وتشوف ايه العملات اللي مطلوبة بالظبط. طيب بالنسبة للناس اللي هي معاها عملات سواء كانت ورقية او معدنية، اجنبية او عربية، عندك طريقتين تقدر تبيع من خلالهم اي عملات عندك. الطريقة الأولى وهي تطبيق أوليكس، تقدر تبيع من خلاله أي عملات عندك. بتصور العملات اللي عندك وش وظهر وتكتب بياناتها وتسيب رقم للتواصل. بالنسبة للناس اللي هي بتقول أسعار العملات هنحط السعر ولا لا، والله حابب انك تحط السعر، بس السعر يكون مناسب. يعني مثلا
حاجة سعرها بيكون 20 جنيه، انت ما تحطش عليها 1000 جنيه، فانت كده مش عايز تبيع عملاتك. يعني تشوف سعر الحاجة ديت بكام وتحط سعرها المظبوط. جالك السعر اللي انت عايزه بتبيع عملتك، ما جالكش السعر اللي انت عايزه بتخلي الاعلان زي ما هو. طيب الطريقة التانية وهي طريقة قوية جدا انك تبيع من خلالها اي عملات عندك، وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. تدخل تنضم للجروبات دي، وبرضو بتصور عملاتك وش وظهر وتكتب بياناتها، وتسيب رقم للتواصل لو انت مش متواجد على الانترنت بشكل كبير يعني. وحابب انك تحدد سعر، برضو بتحدد السعر. حابب السعر يجيلك تقييمات، عادي بتخلي السعر يجيلك تقييمات. كده تعرف ازاي انك تبيع عملاتك. طيب بالنسبة للناس اللي هي معاها عملات من النوادر اللي هي سعرها من 10,000 جنيه وانت طالع، الناس ديت عايزين ان هم يقيموا عملاتها صح ويبيعوا العملات ديت في مزاد علني. الطريقة دي تقدر انك تتجه برضو لجروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر، وتبدأ تصور العملات اللي معاك اللي هي النوادر. يعني العملة اللي هي النوادر بنتكلم مثلا من 10,000 وانت طالع، ديت تتسمى عملة نادرة وسعرها بيكون كويس. ديت تقدر تبيعها في مزاد علني، وتكتب بيانات العملة بتاعتك عادي جدا، وتشوف حابب تبدأ المزاد بتاعك بكام. يعني لو العملة ب10,000 ده سعرها، بتبدأ مثلا مزاد ب5، ب6، لغاية ما تشوف مثلا المزاد هيرسى على كام، جالك السعر المناسب بتبيع. طيب الناس اللي سألت المدة اللي نخلي المزاد متاح ليها قد ايه؟ المدة حاول انك تخليها 48 ساعة، عشان الناس اللي بتخلي المزاد بتاعها متاح لمدة 24 ساعة هي مدة غير كافية لجميع الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك. لكن 48 ساعة هي مدة كافية جدا لجميع الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك، وتقدر إنك تبيع عملاتك بسرعة. بعد ال 48 ساعة جالك السعر المناسب، بتبيع عملاتك عادي جدا. ما جالكش السعر المناسب، بتقدر إنك تقفل المزاد عادي جدا. كده تقدر انك تبيع اي عملات عندك، سواء كانت نوادر او غير النوادر. زي ما قلنا ال10 مليمات ابو الهول ملهاش اي قيمة حاليا، اللي هي 1958 اللي بتكون مطلوبة، وهي النسر، بيكون مكتوب عليها الإقليم المصري، بتكون مكتوبة هنا وهنا الإقليم المصري. دي اللي بتكون مطلوبة، ودي اللي سعرها بيصل معاك لحد 50,000 جنيه مصري. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.